الشيطان ليه وظيفة نعم. وبيتقن وظيفته كويس جدا جدا جدا، وعارف هو عايز ايه وعارف هو عايز يعمل ايه. وقت الغضب هو مدخل مهم جدا لدخول الشيطان. ايه اللي بيحصل لنا؟ بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله عز وجل بنى الدنيا على السنن الكونية، يعني الدنيا مبنية على السنن الكونية، ومن سنن الله الكونية سنة العداوة. العداوة بين الإنس والجن، والعداوة بين المؤمن والشيطان، والعداوة بين الإنسان وأخيه. قال الله عز وجل: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وقال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم. وقال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فربنا نبه قوي على عداوة الشيطان، ونبه انه عداوة مستمرة، لان هي طبيعة الدنيا، لانها لجنة امتحان ولجنة اختبار. صحيح. وبين لنا الاساليب اللي بيدخل منها الشيطان الى الانسان، كالنزغ والوسوسة. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. المفاجأة ان الوسواس مش من الشيطان بس، ده من الناس كمان. الزن يعني والكلام طبعا الكتير. ممكن واحدة صاحبة واحدة تبقى هي السبب في خراب بيتها. تبقى أشد من الشيطان. طبعا عمالة كل شوية تكلمها على جوزها، كل شوية تكلمها على عيالها، كل شوية تسلطها على حاجة وهي لابسة. يا ويل البني آدم لما يجيله العدو في ثوب الصديق، ولما يجيله الكاره في ثوب الناصح. طبعا احذروا، لأنه ربنا في القرآن قال: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسواس من الشيطان ومن الإنسان. فيه شياطين إنس أقوى من شياطين الجن، ولذلك قدمهم الله عز وجل. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى احنا عندنا نوعين من الوسوسة، زي ما بنقول كده، وسوسة الإنس ووسوسة الجن. أيهما أخطر من وجهة الإنسان. نظر؟ الإنسان. وأخطر شايفه وشايفك وبيقدر يقنعك بطريقه وبسبل معينة، ويعني بيبقى الموضوع واقعه ليه تأثير أكتر بكتير. مع العلم أنه أصعب شيء أن العدو يأتي إليك في ثوب الصديق. طبعا. وأصعب شيء أن الكاره يأتي لك في ثوب المحب. وأصعب شيء أنه الذي يريد فشلك يأتي إليك في ثوب من يريد نجاحك. هي كارثة. ولذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الشيطان، شيطان الجن، له مداخل: الوسوسة، النزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، الهمز، اللمز، الوحي، تلاقي فيه إيه؟ كلام، أفكار وكلام بيجيله. وده بيكثر عند الغضب. ونكمل. طيب. شوفي سعادتك، احنا اكبر عدو لينا هو الشيطان، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الشيطان الانسان عدو مبين، وان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان قال: ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. وبعدين كشف ورقه، قال: انا بوسوس. يعني انا من وجهة نظري انه الشيطان عامل زي ما يكون عنده محطة ارسال ضخمة جدا جدا، بيشوف ضعف كل بني ادم فين، الحتة اللي هو ضعيف فيها. وهو بيعمل ايه بقى معاليكي؟ هو بيبعت اشارات. الاشارات دي متنوعة بعدد رغبات البشر، اشارات للمال، واشارات للشهوات، واشارات للمنصب، واشارات للكبر، واشارات للعجب، واشارات للمنظرة، واشارات لكذا. تمام؟ فكل واحد فينا بيظبط المؤشر بتاعه
على التردد اللي يتناسب معه. وهو الشيطان بيعرف ترددي، الإشارة بتاعتي إيه، فيبدأ يشتغل عليها. بيعرف منين؟ ما هو له جاسوس جوايا وجوا كل إنسان، فخلي بالك من الجاسوس. أيوة والله. اللي هو ايه؟ النفس. وربنا قال كده في القرآن. ده ربنا سبحانه وتعالى في حاجة اسمها خطبة الشيطان على منبر من نار يا ساتر يوم يا رب. القيامة، بعد ما أهل الجنة يدخلوا الجنة وأهل النار يدخلوا النار، يكشف أوراقه. فمن رحمة ربنا إنه ادالي الأوراق من دلوقتي، قال عشان تستعد، عشان ما يضحكش عليك، عشان تخلي بالك من الشيطان وخلي بالك من وعوده. الشيطان يعدكم الفقر. يعني احنا في حرب مستمرة. طبعا يا هانم إلى أن نلقى الله. ونعم بالله. وربنا لخص لها الخطبة اسمها خطبة الشيطان على منبر من نار يوم القيامة. هيقول ايه بقى؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ده على هواك يا أستاذنا، يا جميل، على هواك. أنا ما غصبتكش. بالظبط. ولذلك أحيانا كتيرة الناس بتظلم الشيطان بدليل في رمضان ما هو مقيد ونفسه هو كل حاجة حاصلة. بعض الناس بتكذب، بعض الناس بتغتاب، بعض الناس بتترك الصلوات. دي النفس بقى. طبعا يا فندم، وأقوى ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمها على الاستعاذة، قالوا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. وربنا في القرآن يقول إن النفس لأمارة بالإيه؟ بالسوء. لأمارة، ويقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى القضية كبيرة. يعني أنت أقوى منه ومع ذلك أنت بتستسلم له. جدا، لأنه معاه برضه جنود كتيرة، معاه النفس والهوى والدنيا والشيطان حواليك. وقت الغضب يعني احنا عندنا حجج لطيفة قوي بنقعد نقولها واحنا بنطلعها لنفسنا عشان نقنع نفسنا انه اي حاجة احنا عملناها ده كانت وقت غضب وكان غصب عننا. جملة ما هو انا بشر وغصب عني، بس الحلال باين والحرام باين، واحنا بنبقى عارفين امتى الشيطان داخل لنا وامتى الشيطان بيوسوس لنا في اشياء تغضب ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يا استاذه لمياء امرنا بكظم الغيظ ورتب على ذلك ثوابا عظيما. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة دي للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كاظم غيظه يعني الشيطان قدر يتحكم في نفسه. بالظبط. لازم اللي احنا بنسميه ضبط النفس، اللي بنسميه الثبات الانفعالي، لأن موجبات الغضب كثيرة. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب، قال له زدني، قال له لا تغضب، قال له زدني، قال له لا تغضب ولك الجنة. لأن الغضبان يقول ما لا يعلم ولا يخاف أن يأثم وإذا أثم لا يندم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعلاجات، منها إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإذا غضب أحدكم فليسكت. يعني لما أنت غضبان يا ريت اكتم غضبك، اسكت. اسكت، ما تتكلمش، لأن أثناء الغضب قد تقول كلمة تخرب البيت. صح. ممكن زوجة وهي غضبانة تقول كلمة تغلط فيها في زوجها تدمر الدنيا، وممكن زوج يقول كلمة يدمر البيت، زي اللي احنا بنسمعه كان متعصب فطلق. ده ممكن يتحبس، ممكن يتسجن، ممكن تراق دماء بكلمة. فإذا غضب أحدكم فليسكت. إيه كمان؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه من علاج الغضب تغيير الحال. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو واقف فليجلس وهو جالس فليتكئ. يغير الوضع اللي هو عليه. أنت بتتخانق أنت وزوجتك في الأوضة، اترك الأوضة واطلع اقعد شوية بره في الصالة، اخرج بره البيت شوية، هي تهدأ وانت تهدأ، لأن الشيطان عمال الآن. ونبقى مركزين بقى، ما احنا هنطلع بره نقعد بره، الشيطان هيشتغل علينا ويفكرنا بالكلام اللي اتقال جوه فيخلينا نقوم ندخل. هنا بقى في علاج كمان اسمه التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله. قال الله عز وجل
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، شر حاسد إذا حسد. لازم. ولذلك احنا أول ما نبدأ يومنا بالاستعاذة وأمورنا بالبسملة. تعلمت ذلك من سورة الفاتحة. بنيجي نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودائما كلمة أعوذ ألجأ وأحتمي لدفع شر، غير ألوذ لاذ بفلان يعني ذهب إليه لجلب نفع، فيبقى دفع شر أعوذ، جلب نفع ألوذ. فأنا لما أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا اللي قال لي كده، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وربنا سبحانه وتعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأنا محتاج عشان أتعلم إزاي أهدي من غضبي، رقم واحد إنه أنا أقاوم الغضب، يبقى عندي ضبط نفس، يبقى عندي ثبات انفعالي. ومقاومة الغضب زي ما حضرتك قلت ان احنا نغير الوضع اللي احنا فيه ونستعيذ بالله بأمور كتيرة جدا، بالسكوت، بالتغيير الحال، بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالوضوء. ايه رأيك لما تغضب تزعل ومش طايق نفسك يا اخي، عشان خاطرك وعشان خاطر نفسك وعشان خاطر تعبك وعشان خاطر صحتك، روح اتوضى ليه؟ سيدنا النبي لما سألوه عن الوضوء قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار والماء يطفئ النار. سبحانك يا رب. لأنه فعلا الواحد فينا وهو غضبان بيبقى عامل زي بالظبط. فمن ضمن الوسائل عدم الغضب إن الإنسان يتوضأ. كمان من ضمن الأشياء اللي بنعالج بها الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والإكثار من ذكر الله. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.